البنوتة دي اسمها سيدي، وباباها بيشتغل صانع شوكولاتة وعنده المحل بتاعه. ومن وهي صغيرة كانت بتتمنى تبقى زيه، وهو كان بيقول لها إنها هتورث صنعته دي ومحل الشوكولاتة بتاعه. لكن في الحقيقة ده محصلش، لأنها لما كبرت اشتغلت في شركة إعلانات، ورئيستها في الشغل طلبتها علشان تقول لها إن العملاء بتوعهم مبسوطين بأفكارها، لكن هما مش هيستخدموا أفكارها ديت في الحملة الإعلانية بتاعتهم، لأنهم مش مستعدين يعملوا الإعلانات على طريقتها حالياً. وطبعا سيدي زعلت لأنها كانت تعبت في تجهيز حملة الإعلانات دي. ولما اتصلت بحبيبها عشان تأكد عليه ميعاد الطيارة علشان يرجع من أوروبا لأمريكا، عشان هما كانوا متفقين يقضوا الكريسماس سوا، اتهرب منها وقال لها إنه مشغول ومش هيرجع في العيد علشان عنده شغل كتير، وعمل نفسه إن الخط بيقطع وقفل معاها. فهي فهمت إنه مش عايز يكمل معاها، لأنه قال لها لما أبقى أرجع هبقى أكلمك. فسيدي قررت تروح تقضي العيد مع أهلها، وقالت لشركتها في السكن إنها هترجع لأن ما بقاش في سبب يخليها تفضل هنا، لأن حبيبها هيقضي العيد في أوروبا، وكمان شركتها في السكن رايحة تعيد عند أهلها. فسيدي قررت تعيد عند أهلها هي كمان. ولما راحت تزور أهلها وبدأوا يعلقوا الزينة على الشجرة، سألت باباها عن المحل بتاعه، فقال لها إن المحل كان زحمة علشان العيد. فمامتها بصت لباباها وقالت لها باباكي عايز يقولك على حاجة، بس باباها ما قدرش يقول لها. فمامتها قالت لها إنهم باعوا المحل وخلاص هيتقاعدوا علشان كفاية كده شغل، ومامتها عايزة تسافر علشان تشوف العالم قبل ما يعجزوا أكتر من كده وما تقدرش تروح في أي حتة. سيدي طبعا زعلت لأن المحل ده كان عزيز عليها قوي وليها ذكريات حلوة فيه. لكن مامتها بعد كده قعدت معاها وقالت لها إنهم باعوا المحل لإنسان طيب اسمه أليكس. فسيدي قالت لها هتبقى تعدي عليه وتشوفه بكرة. تاني يوم راحت تقابل واحدة صاحبتها بقالها كتير ما شافتهاش، ولما جت تمشي صاحبتها نادتها لأنها نسيت الجوانتي بتاعها هناك. فلما سيدي بصت وراها لقت في واحد بيشاور لواحدة، لكنها افتكرته بيشاور لها هي. فطبعا لما سيدي عرفت إنه بيشاور لواحدة تانية اتحرجت ومشيت، وكانت خايفة يكون خد باله منها، لكن هو كان خد باله طبعا. وراحت سيدي تشوف المحل وسألت باباها عن اللي اشترى المحل، فقال لها إنه لسه ما جاش، وهي كانت شايفة إنه أليكس ده مش مقدر مسؤولية المحل. لكن باباها قال لها خليكي لطيفة معاه لما يجي، هو لسه بيتعلم. وفجأة جه أليكس وطلع هو نفس الشخص اللي شافته من شوية وافتكرته بيشاور لها، فاتحرجت تاني لكن عملت نفسها ما تعرفوش وسلمت عليه. وبعدين باباها حب يدبسها مع أليكس، فقال له هي هتكمل معاك تدريبك، وهي حاولت تنسحب لكن باباها صمم، فهي اضطرت توافق. وبدأت تكلم أليكس عن أهمية الاجتهاد في الشغلانة دي والحفاظ على المواعيد، وهو قال لها إنه جاهز يجتهد. فهي قالت له وانت لازم كمان تقدر ان الوصفات اللي سلمناها لك دي من اجدادي ولازم تحافظ عليها. فهو قال لها اكيد طبعا، وبدأت تعلمه لانه ما كانش عنده معرفة بالموضوع ولا خبرة خالص. ولما بدأ يفهم بعض الحاجات قال لها انا عارف ان من حقك تزعلي من وجودي هنا، وانا مش هلومك لاني كأني هاخد منك حاجة مهمة عندك. فهي قالت له الموضوع مش كده، مفيش الكلام ده خالص. وبدأوا يبصوا لبعض بإعجاب. وبالليل مامتها قعدت معاها وقالت لها إنها مش عايزاها تبقى زعلانة على المحل، لأنه كان مجرد فصل في حياتهم وخلاص خلص، وعايزين يكتبوا فصل جديد في قصتهم. فسيدي اعتذرت لها وقالت لها معلش إني كنت بفكر في نفسي ومفكرتش فيكي انتي وبابا. واقترحت سيدي إنهم يعملوا حفلة بمناسبة التقاعد، وتكون الحفلة دي ليلة الكريسماس. ولما راحت تاني يوم للمحل وقعدت مع أليكس سمع كلامها وبقى مجتهد، وبدأ يجي المحل بدري علشان يعمل شوكولاتات لذيذة، وبدأت تعلمه حاجات تاني. وعزمته إنه يروح عندهم في حفلة تقاعد أهلها ليلة الميلاد، وقالت له لو عايز تجيب حد معاك هاته. فهو بص في الساعة وقال لها إنه وراه مشوار ولازم يمشي. واليوم اللي بعد كده راحت تعلمه حاجات تانية، وباباها جه وعطاها قائمة بالمدعوين للحفلة. فهي اتصدمت لأنهم كانوا كتير جدا، وبدأت برضو تحاول تجهز الحفلة بأسرع ما يمكن وأكبر كمية أكل وحلويات. وأليكس كان بيساعدها كمان، وأخدها للمكان اللي ممكن تعمل فيه الحفلة، وكان كلم لها صديق ليه وأخد لها المكان ده من غير ما يكلفها فلوس زيادة. فهي فرحت بيه جدا وأخدته وراحوا يتغدوا سوا وقعدوا يتكلموا كل واحد عن نفسه. وهي قالت له إنها غيرت رأيها وجت هنا لأن البوي فريند بتاعها غير رأيه إنه يقضي معاها العيد، بس هي مبسوطة إنها جت وهتعمل الحفلة هنا لأهلها. ولما راحت سيدي وصاحبتها يشتروا شجرة الميلاد، جه أليكس علشان يوصل لهم الشجرة، وصاحبتها كانت شاكة إن في حاجة بينها وبينه، لكن سيدي قالت لها هو بس بيساعدني بلطف. وبعدين صاحبتها قالت لها المفروض تسأليه مين البنت اللي كان بيشاور لها في المطعم قبل كده. والبنت صاحبتها استأذنت ومشيت علشان يخلى لهم الجو. ولما قعدوا سوا سألته هو ليه بيساعدها، فهو قال لها ما انتي بتساعديني. فهي قالت له ما انا برضو قلت كده لصاحبتي.
إنك أنت بتساعدني عشان أنت لطيف. فهو قال لها إيه ده، هو أنتوا كنتوا بتتكلموا عني؟ فهي قالت له مش بالظبط كده، بس أنا قلت لها إنك عندك حبيبة. فهو قال لها وإيه اللي عرفك؟ فهي قالت له أنا خمنت علشان أنت بتمشي كل مرة من المحل بسرعة في نفس الميعاد. لكن هو اعترف لها إنه بيمشي بدري علشان يجيب بنته من المدرسة، لأن زوجته اتوفت من حوالي سنة والبنت دلوقتي ملهاش حد غيره. فصعب قوي على سيدي لما قال لها الكلام ده، وقاموا بعد كده وقعدوا اتصوروا مع بعض، وقال لها إيه بيقولي لصاحبتك إني بساعدك علشان بحب أقضي الوقت معاكي. ولما راحوا المحل في اليوم اللي بعده، هي عرضت عليه تساعده في تزيين شجرة الميلاد بتاعته في بيته مع بنته. والبنت بدأت تحب سيدي وطلبت منها تروح تحضر معاها حفلة الميلاد. ولما راحوا المحل التاني سألته ليه اشترى المحل ده، فهو قال لها إنه من وهو صغير كان بيجي يقف قدام المحل ويتفرج على باباها وهو بيعمل الشوكولاتة، فأتمنى إنه لما يكبر يكون ده شغله عشان يسعد الناس. لكن لما اتجوز وخلف وزوجته ماتت، بقى محتاج شغله قريب من البيت ويقدر جنبه يكون متفرغ لبنته لو تعبت أو حصل لها حاجة. لكن المحل أصبح حاليا ملهوش زباين كتير، فهي قررت تعمل له دعاية وتساعده، وبدأوا يبقوا فرحانين بالناس اللي جم للحدث بتاعهم وزيادة الزباين. وبدأت سيدي تبقى معجبة بأليكس وبتتكلم عنه مع صاحبتها وقد إيه هو مسؤول، وبالرغم من اهتمامه بالشغل لكنه بيفكر في غيره مش بس في الشغل، وكمان بيضحكها. وسيدي بدأت تحس إنها مش عايزة ترجع لشغلها في الشركة دي تاني. لكن لما جه أليكس وبلغها إن كعك الجنزبيل اللي كان باعت يجيبه لها علشان تزينه وتقدمه في حفلة أهلها هيتأخر ومش هيلحق يوصل في ميعاد الحفلة، زعلت قوي وراحت المحل علشان تحاول تتصرف في المشكلة دي لوحدها، ومرضتش تخليه يساعدها. فهو حس بالذنب وراح جاب لها غدا وأخد بنته وراح لها المحل تاني. لكن هي قالت له إنها مش بتلومه، لكن دي حاجة محدش هيعرف يتصرف فيها غيرها. فهو قال لها إنه هيساعدها، وهي وافقت وبدأت تعلم بنته إزاي تحط الكريمة على المكرون. والبنت كانت مبسوطة جدا بالوجود معاهم في المحل. وأليكس فكر سيدي بميعاد حفلة بنته علشان سيدي تحضرها، وهي قالت له إنها أكيد فاكرة وهتروح. وفعلا راحت، والبنت كانت فرحانة بوجودهم سوا معاها في الحفلة. وبعد الحفلة عرفها على أهله ومشيت علشان تكمل شغلها في المحل. ولما روحوا باباه ومامته معاه، مامته قالت له إنه لازم يعزم سيدي تحضر معاهم الكريسماس. وسيدي بدأت تشتغل في عمل كعك الجنزبيل واتصلت بأهلها عشان يجوا يساعدوها، وهم كانوا مبسوطين جدا إنها طلبت مساعدتهم وقالوا لها تروح ترتاح شوية. لكن هي كلمت أليكس وخرجت معاه عشان يتفسحوا سوا وتريح دماغها شوية، وقالت له إن لما العيد يخلص هي هترجع تاني لشغلها والبنت هتوحشه، لكنها هتبقى تيجي تزور أهلها برضو كل فترة وتشوفهم. واليوم اللي بعد كده اتصل بيها اللي كان حبيبها ده وساب لها رسالة إنه جاي يحضر معاها الكريسماس، لكن هي معبرتهوش ولا ردت على رسايله. وكان أليكس وبنته بيجهزوا هدية ورسالة لسيدي علشان العيد، وأخت زوجته راحت علشان تسلم عليه، وهو جاب قدامها سيرة سيدي. فهي قالت له إنها بتتمنى له السعادة وإنه عادي إنه يرتبط بعد أختها بسيدي أو بأي حد. لكن هو قال لها إنه علاقته بسيدي مجرد علاقة شغل، لكنها قالت له مفيش واحدة بتزين شجرة في بيت واحد علشان علاقة شغل، ولا بتحب بنته بالطريقة دي علشان الشغل. فهو قال لها ما هي كده كده هتمشي من هنا. فهي قالت له طب هو أنت قلت لها عن مشاعرك؟ فهو قال لها مش بالظبط. فهي نصحته بإنه يقول لسيدي مشاعره، وخدت بعضها وكانت هتمشي، لكن سيدي شافتهم على الباب وهو بيحضنها فزعلت ومشيت بدون ما تكلمه. ورجعت البيت متضايقة قوي. ولما مامتها طلعت علشان تشوفها مالها، قالت لها إن أليكس عنده حبيبة، بالرغم من إنها سألته وهو قال لها إنه معندوش، ودلوقتي بقت محرجة. فمامتها عطتها هدية فستان جميل علشان تفرحها، وهي كانت رايحة تاخد حاجات من المحل للحفلة. ولما قابلها هناك قال لها إنه عايز يقول لها حاجة مهمة. فهي قالت له ليه كدبت عليا وقلت لي إنك ما عندكش حبيبة؟ فهو قال لها عشان أنا فعلا ما عنديش حبيبة. فهي قالت له أنا شفتك معاها. فهو قال لها دي أخت زوجتي، ومفيش طبعا حاجة بينهم لأن هما كده يعتبروا إخوات. فهي هديت وعرض عليها يساعدها ويوصل لها الحاجات دي للحفلة، وحاول في الطريق إنه يعترف لها بمشاعره، لكن هي قالت له يستنى لما الحفلة تخلص. ولما وصلوا للمكان كانوا متفاجئين بجمال المكان والزينة، وعملت نموذج بكعك الجنزبيل للمحل بتاعهم. ولما كانوا هيشربوا مع بعض، هو قال لهم إنه مش هيقدر ياخد منهم المحل بتاعهم بعد السنين دي كلها، وقال لسيدي إن المحل ده كان حلمها من البداية، وعايز يتراجع عن شراء المحل وعايز يسيبه لسيدي. فباباها قال لها إنه كان بيحلم إن هي اللي تاخده، لكن كان فاكرها مش عايزاه، وكانوا عايزينها تبقى سعيدة بأي طريقة. فسيدي عرضت على أليكس إنه يبقى شريكها نص بالنص، ويوسعوا المشروع ويشتروا أدوات جديدة للمحل.
فهو وافق وقال لها إنه بيحبها وقبلها. وجت بنته وخالتها ومعاهم هدية، الصورة اللي اتصوروها مع بعض في برواز صغير، وكانوا مبسوطين جدا وبيستمتعوا بالحفلة. وباباها أعلن شراكة بنته مع أليكس ورجوعها لمدينتها وإن هي هتفضل هنا على طول. وبنته كانت اتمنت إن باباها أليكس وسيدي يكملوا سوا، وده اللي حصل فعلا في النهاية. وسيدي قالت للبنت إنها هتعلمها إزاي تعمل الشوكولاتة زي ما باباها علمها وهي صغيرة، وزي ما هي علمت أليكس. وبس خلاص، دي النهاية. لو عجبك الفيديو لايك بقى، ولو لسه مش مشترك اشتراك بقى. بحبكم كلكم، وباي باي بقى.